هتعمل ايه لو فتحت باب شقتك ولقيت جايلك ابمانونج ب 1000 يورو بسبب تحميل من على الانترنت؟ بص يا صاحبي، ما تتخضش، تعال اما اقول لك تعمل ايه بالظبط. الانذار ده بيكون انذار قانوني اسمه ابمانونج بسبب تحميل من على الانترنت وحقوق الطبع والنشر، وبيكون عاده من 900 يورو ل 1000 يورو فيما فوق. طيب ايه اللي بيكون مكتوب في الجواب غير الغرامه؟ بيبقى مكتوب كمان طلب تعهد ان انت مش هتكرر الموضوع ده تاني، وبيكون فيه تهديد من المحكمه انك لازم تدفع الغرامه في خلال 10 ايام. طيب تعمل انت ايه بقى في حاله زي دي؟ لازم تكون هادي خالص، ما تمضيش على اي حاجه ولا تعمل اي حاجه، وما تقعش في نفس الغلط اللي بتقع فيه الناس، ان هي بتحول الغرامه وبتمضي وتبعت عشان ما يحصلهاش مشكله. انا جايب لك موقع اسمه abmahnungshilfe.de. الموقع ده بيفحص الغرامه بتاعتك ببلاش، وبيعرض لك كمان هل الموقع دوت فيك ومش موجود ولا حقيقي، وكمان بيقول لك هل تقدر تتفاهم معاهم ولا لازم تقوم محامي. قد ايه في ناس كتير دفعت فلوس على الفاضي عشان ما كانتش عارفه، وفي ناس تجاهلت الجواب ودخلت على المحكمه. فاكتب لي في التعليقات هل الجواب ده جالك قبل كده؟